ويتم نعمته وعليك ويهديك صراطا مستقيما. خالص ابتهالي القلبي للحضور الكريم، السادة المحترمين نواب الصف التشريعية، سواء نواب برلمان أو نواب شيوخ، إنه لشرف عظيم لمحافظة الدقهلية أن نستهل الدورة البرلمانية من مقركم في محافظة الدقهلية، وتبقى هي هذه الانطلاقة. واللي أنا شايفه ده، العدد اللي أنا شايفه ده عدد في ظهري، عدد كلنا بنشتغل في صالح المواطن الدقهلاوي وصالح مصر قبل أي حد تاني. الوجوه الكريمة اللي حاضرة وجوه أنا على يقين إن هم بيمثلوا بالفعل إرادة الشعب الدقهلاوي، وإن هم كلهم حضراتكم جميعا خضتوا معركة شريفة ومحترمة للوصول لهذا المقام، ليس لغرض أكثر من غرض وهدف واحد، هو خدمة المواطن الدقهلاوي. وهذه سمة المواطن الدقهلاوي، سواء على كرسي أو على منصب أو على نائب أو على أي وضع من الأوضاع. انتوا دايما سباقين في العمل الخيري والعمل العادي. وأنا على ثقة كاملة بأن كل من حاضر لديه الثقافة. أي نجاح بيبقى مبني على خريطة مرسومة واستراتيجية محترمة متعودين عليها، فاحنا هنوضح فيها نفس اللي أشار إليه سيادة النائب اللي هو أخ أكبر ليا في الداخلية، كمال بيه عبد الظاهر، اللي أنا بحترمه وبكن له كل تقدير واحترام، زي ما بحترم وبحترم كل من هو موجود في هذه القاعة. برضه بنتهز هذه الفرصة لأن واجب عليا، لأنه ناس أنا كلت معاها عيش وملح. برضه بشكر كل من أوفى الفترة اللي فاتت من السادة النواب، وأنا كلمتهم واحد واحد، قلت لهم أنتوا أديتوا دوركم الوطني، ودي إرادة شعب، وده نصيب في الأول وفي الآخر، وده ما يمنعش إطلاقا إن سيادتك تيجي تخبط عليا في أي وقت وأنا مكتبي هيبقى مفتوح، طالما شيء يخص المواطن ويخص المواطن الدقهلاوي في أي مكان، وإحنا بنستقبل أي شكاوى. ده الأساس. برضو أنا لا أتنصل إطلاقا، بل بالعكس، أنا بحترم المؤسسة الانضباطية اللي أنا اشتغلت فيها، ودي 42 سنة اتعلمنا فيها الانضباط والاحترام والإحساس بالمسؤولية، وحتى تستقيم الأمور، وحتى أحفظ للسيد النائب حقه. وأنا باعتباري المسؤول الأول عن المحافظة في الجهاز التنفيذي، فثق تمام الثقة إنه حقك اللي سيادتك بتسعى من أجل المواطن
انا مسؤول عن الجهاز التنفيذي، ودايما ببقى حريص على ان انا لازم اضمن له او اكفل له احترامه وقدره. ولو غلط انا اول واحد هبقى سيف على الرقبه بالقانون، ده اساسي علشان اعرف اوجهه واشغله. انا الحمد لله ببقى سابق بخطوتين 3 4 وبسبقهم وهم بيجروا ورايا. فارجو علشان تبقى المسائل واضحه وصريحه ويبقى ماشيين على نفس النهج بتاع السنه اللي فاتت اللي انا انتهت. احنا زي ما قال سياده النائب كمان، احنا هنحدد يوم لكل الساده النواب، هتشرفوني في مكتبي في القاعه الصغيره، ونقعد وانا بجيب التنفيذيين بيبقوا على في مواجهتكم. كل واحد عنده مشكله في التعليم، في الصحه، في التنفيذيين، في التخطيط، في الزراعه، في الصرف، في كل القطاعات بتاعت الدوله بجيب ووعد. انا ببقى عباره عن حكم فصل، عارف حرصك وعارف غيرتك وانك انت بالفعل شايل من انه مشاكل كتيره وما بتتحلش، انا احلها لك. وبرضه هفهمك بمنتهى الوضوح والصراحه، مفيش حاجه بنخبيها على بعض. هي في امكانيات دوله وحضراتكم عارفينها، مش هنخبط دماغنا في الحيط. في امكانيات دوله مش موجوده هتحل القصه، انما نعمل ايه؟ نلجا للحلول الاخرى اللي هي ايه؟ المسكنات لحد ما نصل الى حل جذري ونهائي. ثق تمام الثقه ان انا حريص كل الحرص، سواء كمواطن مصري شرب من نيل البلد دي وتربى فيها واشتغلت في مؤسسه منضبطه 42 سنه، اتعلمت المسؤوليه. هم الاول والاخير الامن القومي لهذه البلد، والامن القومي لهذه البلد بيلخصها سياده الرئيس في حاجه واحده، ان احنا نبقى كده. احنا مش هنبقى كده الا اذا حس المواطن بانه الجهاز التنفيذي والساده النواب بيطبطبوا عليه وبيساعدوه. ده هو الاساس بتاعنا، ان احنا بنحاول ان احنا نحد من الفجوه اللي موجوده ما بين المواطن وثقته في في اجهزه الدوله والحكومه وخلافه. لا، المواطن مش عايز اكتر من ان واحد ينزل له ويسمعه ويحل عنده ما يقدر، هيشكره ويقول له كتر الف خير. انما الحلول الجذريه قد تكون قائمه في بعض الاحيان نتيجه اهمال مسؤول او اهمال موظف او الى اخره، وده احنا ايه؟ ما بنسيبوش. اما اذا كانت هناك اسباب خارجه عن ارادته وارادتي واراده اي الدوله نفسها بقله الامكانيات، وقله الامكانيات بتعاني منها امريكا وانجلترا واعظم دول في العالم، وفي ناس كتير بتشتكي دلوقتي من الخدمات الطبيه اللي موجوده، اقسم بجلال الله، في المانيا وفي اوروبا وفي انجلترا. انا لسه واحد بيكلمني جاي من المانيا علشان يكشف على دكتور عندنا على قلبه، عنده ازمه قلبيه وما عرفش يعمل قسطره. والله 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 هذا حدث. احنا بنحترم ولادنا، بنحترم ابنائنا، بنحترم ده الهدف الاساسي. حضرتك ما تخشش في صدام مع مسؤول تنفيذي، لانه مش كل صوابعك زي بعضها، مش كل الناس زي بعضها. انتوا الغالبيه العظمى ممكن يكون ناس جدد. انا بحترم حماسك وحرصك على انك انت تثبت وجودك، بس مش عايزك برضه في نفس الوقت تستطرد. احنا كلنا حالفين يمين، وانتوا هتحلفوا، انا حالف قسم وانتوا هتحلفوا قسم بمشيئه الله يا بكره يا بعد باذن الله، ان احنا نعمل ايه؟ نخدم بلدنا بما يرضي الله، وربنا سبحانه وتعالى شاهد عليه قدام
وريس حريص علينا. فانا عايزك تبقى ايه؟ بهدوء، حريف، ثقه تمام الثقه ان في مشاكل كتير جدا، انما على قد ما بنقدر بنعمل. احنا بنتفنن في ان احنا نجد حلول لكل المشاكل اللي انت عايزها. هنحاول ان احنا خلال الفتره اللي جايه، الاول احنا هنحدد يوم هبقى استقبل حضراتكم جميعا، يوم ولا عايزين يوم الاربعاء، عايزين يوم الثلاث، يعني زي ما تتفقوا. في جروب موجود، اي تقصير انا بقول اهو، اي تقصير اي خطا وانا برد على الساده. هتكلم بعدها بفتره وهكلمك وهقول لك اؤمر يا فندم، انما عمري ما هغفل اي حد من الساده النواب، لان انا كل زملائي اللواءات اللي طلعوا معاش انا ما زلت على عهدي ووعدي في ده كله يعني ايه. فانا ثقوا تمام الثقه ان انا هبقى معاكم قلبا وقالبا. بس الحاجه الوحيده اللي انا باكد عليها، ارجوك مالكش دعوه بالجهاز التنفيذي بتاعي، انا اللي مسؤول عنه. انت سيادتك تبلغني وانا هبقى قاعد وانا هتناقش، وهتلاقيني اكتر منك حماسه وحرصا اكتر من اي حد تاني. هو ده اللي نجح التنفيذي السنه اللي فاتت. ليه؟ لان ممكن تبقى في حاجات كتير جدا غايبه، والحمد لله خلال الفتره اللي فاتت دي الحمد لله احنا دخلنا في تفاصيل للمشاكل اللي موجوده عندنا ومتحدده. واعتقد انه بمشيئه الله برضه في وجود دكتور رضا وكل الناس المثقفين اللي محترمين اللي استجدوا على المجلس، طبعا هشام بن حصن في الزراعه، وواحد بيقرقر، وطارق بيه عبد الهادي، وكل الافاضل، كل النواب مثقفين، كله مثقف. عايز اقول ايه؟ ده هيساعدني وهيبقى في ظهري باذن الله اللي احنا نقدر نعمل حاجه لهذا الشعب، علشان باذن الله ربنا يكرمنا ونأدي رسالتنا بما يرضي الله. ختاما بشكر حضوركم اللي شرفني، لانه انا اعتقد ان هذه الصوره المشرفه اللي في محافظه الدقهليه من نواب الدقهليه اللي لبوا دعوه ان احنا نهنيهم في محافظتهم في مكانهم التنفيذي، ونبقى بنقول بسم الله الرحمن الرحيم لدوره كل هدفها الاساسي خدمه المواطن تحت برلمان، انتم من ناحيه واحنا من ناحيه، وبالتوفيق. متشكر جدا 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 وتحت امركم في اي حاجه. شكرا. اتفضل. اسمحنا مع الوزير يعني
كنا مع حضراتكم في بث مباشر جديد على الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية. محافظة الدقهلية والسادة التنفيذيين بيستقبلوا السادة نواب مجلسي النواب والشيوخ لتهنئتهم بفوزهم بالدورة الحالية، وخلص تمنيات محافظة الدقهلية للسادة النواب بالتوفيق في الدورة القادمة إن شاء الله. شكرا لحضراتكم.